الحكاية كلها إني حلوة زيادة عن اللزوم. أيوة، حلوة زيادة عن اللزوم. وده اللي خلى صاحب ابني يعمل اللي عمله. أي نعم، أنا شجعته قوي، لكن برضو ده كان السبب. هقولكوا كل حاجة وبالتفصيل وبأدق التفاصيل، لكن اسمعوا القصة للنهاية واعرفوا قصتي. لكن في الأول اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وانزلوا بسرعة فعلوا زر الجرس علشان يجيلكوا كل جديد. وقبل ما نكمل القصة، دي قناتنا التانية واللي فيها قصص بالتفصيل اللي بتحبوها. اشتركوا فيها ويلا نكمل القصة. أنا جيجي، سني زي ما قلتلكوا 54 سنة، لكن اللي يشوفني يديني أصغر من كده بكتير. ودايما كانوا شايفين إننا حلوة. جيراني في حي المعادي كانوا دايما طول الوقت، وخصوصا الرجالة، يقولولي انت حلوة قوي، مستحيل يكون ده سنك، أول مرة نشوف واحدة بالجمال ده كله. وأنا كنت فعلا حلوة، وده طبعا مش كلامي، ده شهادة الجيران اللي حوالينا اللي دايما شايفيني حلوة. كنت بفرح قوي بالكلام اللي بيتقالي ده، لكن على الرغم إن أنا حلوة قوي قوي كده، إلا إني حظي قليل قوي في الجواز. اتجوزت وأنا عمري تقريبا 18 سنة، وأول ما اتجوزت حملت في ابني سيف. وبعد فترة كبيرة حوالي 2 سنين من الجواز ابتدت تحصل مشاكل كتير جدا بيني وبين جوزي. ما كنتش عارفة مين فينا السبب، أنا ولا هو. أنا كنت بعمل اللي عليا. أنا من نوع الستات اللي فرفوشة قوي في بيتها وتحب تهتم بنفسها، وبحب جوزي قوي وبغير عليه خالص خالص. وهو كان دايما يقولي غيرتك الزايدة دي هتكون سبب إن احنا نبعد عن بعض. طب وإيه المشكلة إن أنا أغير عليه وأحبه زيادة؟ بس هو كان مؤثر في حاجات كتير. أنا من ساعة ما خلفت ابني وأنا تقريبا كده بخليه يجي لي بالمحايلة. أيوة، كل ما أطلب منه حاجة يقولي مش وقته مش وقته. طب إمتى وقته؟ أنا نفسي الإنسان اللي اتجوزه ده يكون معايا على طول، مش مجرد بس ليلة وقت ما يكون عايز الموضوع. طب وأنا فين؟ المهم إن أنا بصراحة كده ما حبيتش الموضوع كده، زهقت ومليت، وبعد فترة طلبت منه الطلاق. قال انتي اتجننتي، نتطلق ازاي واحنا عندنا عيل؟ انتي عايزاه يطلع متعقد ان امه في حتة وابوه في حتة؟ ده لا يمكن ابدا. قلت له ازاي؟ بقولك طلقني، انا وانت مش متفاهمين مع بعض، انت في دنيا وانا في دنيا تانية خالص. وبعدين انا خلاص ما بقتش حباك، علشان كده بقولك ابعد عني. قال ابعد عنك؟ طب وازاي وابني هشوفه ازاي؟ قلت له ابنك هتشوفه وقت ما تحب، المهم ان انت تطلقني. وانا بصراحة اهلي كانوا مبسوطين، وابويا كان سايب لي ورث كبير، يعني كده ما كنتش محتاجة لجوزي في موضوع الفلوس ده قد كده. ده حتى الشقة اللي انا متجوز فيها ابويا اللي كان شاريها لي. المهم ان انا وجوزي سيبنا بعض واتطلقنا. ايوه اتطلقنا، ما انا ما كانش ينفع اكمل بالوضع ده، وفضلت بقى اربي ابني. بصراحة رفضت ان انا اتجوز، مع اني كست يعني طبعي وطريقتي واسلوب حياتي ما كانش ينفع ابدا ان انا افضل عايشة كده من غير راجل. لكن هعمل ايه طيب؟ اهو ده اللي حصل. المهم ان انا سبت جوزي وعشت اربي ابني. اي نعم، كانت في معاناة كبيرة قوي بعانيها، ان انا يعني لوحدي ومعيش راجل ولوحدي كده طول الوقت. لكن هعمل ايه؟ تفتكروا يعني كان ممكن اعمل ايه؟ طب تعرفوا انا كل يوم اقعد في اوضتي اجيب يعني حاجة من الموقع الازرق، فيلم او فيديو، واقعد اتفرج لحد ما احس ان انا خلاص كل حاجة جت، وبعد كده انام لحد الصبح. وحياتي كانت ماشية كده. اي نعم، انا ما كنتش راضية عنها، لكن هعمل ايه؟ المهم ان انا فضلت كده. وبعد كده ابني ابتدى يكبر سنة ورا سنة قدام عيوني. كنت فرحانة بيه قوي قوي، كنت حاسة ان انا عملت حاجة كبيرة. ايوه، ربيته وكبرته وعلمته وخليته راجل ماله هدومه. لكن كان دايما عايز يخرج مع أصحابه ويسافروا ويروحوا وييجوا. قلت له لأ، أنا ما عنديش كده، أنا عايزاك دايما قدام عيوني. لو حتى عندك حد من أصحابك عايزه يسهر معاك أو يقضي اليوم معاك هاته، إنما يعني ما تسيبنيش كده وابقى مش عارفة أنت بتعمل إيه ولا بتروح فين. قال لي يا ماما أنا كبرت. قلت له ما المشكلة إن أنت يا حبيبي كبرت، يعني بقى فيك الطمع، واحدة تلوف عليك كده ولا تقولك حاجة كده؟ لا، ما ينفعنيش الكلام ده. وبعدين يا سيدي لو المشكلة كلها في صحابك، يعني أنا عندي حل كويس. قال لي إيه هو يا ماما؟ قلت له هات صحابك هنا في البيت. قال لي لا طبعا. قلت له لا ليه؟ قال لي بصراحة كده يا ماما،
انت يعني؟ قلت له هو ايه اللي انت يعني؟ ده ما تتكلم يا واد على طول. قال لي يا ماما انت قاعدة كل اليوم واخدة راحتك خالص في البيت، وانا بصراحة ما حبش اجيب حد من صحابي ويعني يشوفك وانت كده. قلت له انت اتجننت يا واد، ما صحابك دول هيبقوا قدك في السن، يعني زيهم زيك تمام. وبعدين يعني انا بقولك تسمع كلامي وخلاص. انت لو عايز تسهر مع صحابك هاتهم يسهروا هنا، وانا هعمل لكم كل الحاجات اللي بتحبوها، من اول الحاجة الحلوة اللي تحلوا بيها لحد الأكل والشرب وكل حاجة، بس تفضل هنا قدام عيوني. أنا كنت بغير على ابني قوي ومتعلق بيه قوي. أيوة، معرفش إزاي ده حصل. المهم ابني في الأول كان رافض الموضوع تماما، لكن مع مرور الوقت وإنه كان بيحصل دايما مشاكل بيني وبين ابني بسبب موضوع أصحابه ده، كنت دايما يعني أتخانق معاه إنه بيتأخر بره. قرر إنه أخيرا يسمع كلامي ويجيب أصحابه هنا في البيت. وفعلا بقى كل ما يجيب أصحابه في البيت أطلب لهم أكل من بره، ومرة أعمل لهم أكل حلو يحبوه هنا، وحاجات كتير قوي. لحد ما في يوم قال لي يعني إنه عايز يعني يعزم واحد صاحبه اسمه هاني، بس المشكلة إن صاحبه ده عنده مشكلة صغيرة. قلت له مشكلة إيه اللي عند صاحبك؟ قال لي بصراحة يا ماما صاحبي ده أهله مسافرين. قلت له إيه المشكلة في كده؟ قال لي المشكلة إن أنا عايز أبيته معايا هنا، ويعني كنت محرج إن انتي ترفضي. قلت له لا يا حبيبي، أرفض ليه؟ وماله يبات معاك في أوضتك، إيه المشكلة يعني؟ وفعلا ابني عزم صاحبه وجم وتعشينا إحنا التلاتة سوا، وبعد كده جبت لهم فيلم حلو قوي نقعد نتفرج عليه سوا، وكنت محضرة القعدة بقى، جايبه لهم مكسرات والكيك اللي ابني بيحبه عملتهوله بإيديا. وبعد كده قلت لهم اقعدوا انتوا بقى واسهروا، كل حاجة قدامكوا اهي، ولو عوزتوا يا حبايبي تعملوا حاجة تشربوها، العصاير في التلاجة أنا عاملها لكم، وهدخل أنا بقى أوضتي عشان أرتاح شوية. لكن أنا بصراحة كنت داخلة أوضتي يعني لسبب تاني خالص، وهو الحاجة اللي أنا متعودة أعملها كل ليلة. ما انتوا ما تعرفوش الحاجة دي أنا بعملها ليه، ما أنا بقيت متعود أعمل كده كل يوم. مش أنا قلتلكوا أصلا أنا اتعودت أعمل الموضوع ده وما بقيتش عارفة أبدا يعني ما أعملوش. أيوة زي ما بقولكوا كده. المهم إن أنا دخلت الأوضة وابتديت بقى أعيش حياتي. الباب كان مفتوح وأنا ما خدتش بالي، وبعد شوية عدى هاني صاحب ابني كان داخل الحمام، وعلشان يدخل الحمام لازم هيعدي على أوضتي أنا الأول. أنا طبعا كنت في دنيا غير الدنيا وما حسيتش بأي حاجة، وهو شافني وفضل واقف متسمر قدام باب الأوضة، ويعني أول ما حس إن أنا قربت أخلص مشي من قدام باب الأوضة، وبعد كده عمل اللي عمله وخلص حاجته، وبعدين طلع قعد مع ابني تاني، وأنا نمت. وتاني يوم قمت الصبح قبليهم المفروض، لكن أنا لقيت صاحب ابني صاحي قاعد بره قدام التلفزيون، لكن التلفزيون كان مقفول. قلت له مالك يا حبيبي انت قاعد كده ليه؟ قال لي أبدا يا طنط ما جانيش نوم. قلت له يا خبر، هو انت ما نمتش أصلا؟ قال لي أصلا أنا كنت قلقان، قلقت شوية ومعرفتش هنام تاني. قلت له ياه، طيب تحب أحضر لك الفطار دلوقتي ولا تستنى صاحبك؟ قال لي لا أنا ماليش نفس بصراحة، أنا مستغرب قوي. قلت له مستغرب إيه؟ قال لي أصلي انتي حلوة قوي. قلت له ما كل الناس بتقولي كده، إيه الاستغراب بقى اللي انت بتقوله ده؟ قال لي يعني ليه ما تجوزتيش لحد دلوقتي؟ قلت له يا خبر، انت عايزني أتجوز وخلي حد يعني يشاركني في ابني؟ حبيبي وروح قلبي، إيه اللي انت بتقوله ده؟ قال لي يعني إيه المشكلة؟ قلت له لا طبعا في مشكلة. وإيه هي بقى؟ المشكلة يعني إن أنا خلاص ما بقتش أعرف أعيش من غير ابني، وبعدين ابني يزعل قوي لو أنا عملت حاجة زي كده. وبعدين إيه المشكلة يعني إن أنا أفضل أنا وابني لوحدنا؟ هو فيها حاجة؟ قال لي لا أبدا، أنا كل الموضوع إن أنا يعني كنت بسأل نفسي أنتي حلوة وصغيرة ليه ما تجوزتيش، وأديكي أهو رديتي عليا. طيب طالما بقى رديت عليك أنا هدخل أحضر الفطار، وانت بقى شوية كده وصحي صاحبك عشان نفطر سوا. وفعلا دخلت أنا المطبخ عشان أحضر الفطار، وبعد شوية لقيته جاي ورايا المطبخ وقال لي إنه عايز يساعدني، وفجأة كان بيعدي يعني من ورايا يعمل حاجة على البوتاجاز في شقتنا في الهرم في المعادي، لكن لقيته اتخبط فيا، ووقتها حسيت بيه خالص، كان باين عليه إنه مشدود كده. قلت له إيه ده؟ إيه اللي خبط فيا ده؟
قال لي أنا آسف، ما كانش قصدي، لكن أنا بصراحة فهمت إيه اللي حصل، لكن ما كنتش فاهمة ولا عارفة إنه شافني ليلة امبارح. بصيت له كده وبصيت على حاجته اللي لقيتها قدامي، بصراحة شكله يخض. قلت له يا لهوي، إيه ده يا واد أنت؟ إيه ده؟ إيه المنظر اللي قدامي ده؟ لكن فجأة دار نفسه وطلع من المطبخ، وأنا بصراحة فضل الموضوع يلعب في دماغي، وما كنتش عارفة أبدا إن كل ده ممكن يحصل. المهم حضرت الفطار وشوية شوية وابني صحي، وبعدين قعدنا نفطر، لكن أنا طول الوقت بصاله ومركزة معاه، وما كنتش عارفة إن ممكن ده يحصل. أصل اللي حصل بعد كده محدش أبدا كان يتوقعه. قعدنا نفطر وزي ما قلتلكوا كل ده وأنا مركزة معاه، وبعد الفطار ابني قال لي ماما على فكرة أنا لازم أنزل ضروري جدا. قلت له تنزل؟ هتنزل تروح فين؟ قال لي في واحد صاحبي كان قاصدني في كام حاجة كده في الدقي وأنا نسيت أعملهم. هاني رد عليه وقال له يعني أنت هتنزل؟ أنا مش قادر أنزل. قال لي يا عم أنا مش هتأخر، خليك أنت قاعد مع ماما أهو توانسها، وأنا هجيب لكم حاجات حلوة وأنا جاي. بصيت لابني كده وسكت. لقيت ابني بيقول لي في حاجة يا ماما؟ قلت له لا يا حبيبي مفيش حاجة، انزل بس ما تتأخرش. قال لي حاضر يا ماما. وفعلا نزل ابني، وبعد ابني ما نزل لقيت نفسي عايزة أسأل هاني صاحب ابني، وبصراحة بصيته ليا كمان كانت بتتكلم. وبعد كده قلت له جرى ايه يا واد انت؟ مش هتقولي فيه ايه؟ ولقيته بيصارحني وبيقولي إنه شافني ليلة امبارح، وإنه من ساعة ما شافني وهو حتى النوم مش عارف ينام. قلت له شفتني؟ شفت إيه يعني؟ لقيته بيقولي كل حاجة. وقتها بصراحة اتصدمت وكنت قاعدة مكسوفة من نفسي قوي، لكنه لقيته بيقولي تعرفي اللي يشوفك ما يديكيش أبدا سنك ده، ولا يصدق إن ده ابنك. بصراحة أنا من ساعة ما شفتك وأنا هتجنن. قلت له هتتجنن ليه؟ قال لي يعني انت كل حاجة فيكي بصراحة تجنن أي راجل، وأنا مستخسرك قوي، ما ينفعش تفضلي لوحدك كده. أنا بصراحة كده عايزك وعايزة خليكي تحسي كل الحاجات اللي كنتي بتعمليها امبارح بجد، مش مجرد حاجة تشوفيها وتقلديها. قلت له انت تقصد ايه؟ قال لي اقصد اللي انت شفتيه واللي انا بقولهولك. بصراحة كده أنا لو عملت اللي انت عايزاه ده هخليكي تحسي إن انت في دنيا تانية. اسمعي كلامي، أنا هخليكي طايرة من على الأرض، جربي ومش هتندمي. قلت له لا بقى، ده انت اتجننت رسمي، أنا لا يمكن أبدا أعمل كده. قال لي ليه لا يمكن تعملي كده؟ اسمعي كلامي، صدقيني كل حاجة بتتمنيها هعملها لك، وبعدين الموضوع هيفضل سر. ولقيته بيطلع تليفونه وبيتصل بابني. قلت له انت بتعمل ايه؟ قال لي استني بس. ولقيته بيسأل ابني وبيقول له ها يا صاحبي وصلت لفين؟ قال له لا ده أنا لسه قدامي بتاع ساعتين كده، في حاجة ولا إيه؟ قال له لا أبدا، أنا بس بطمن عليك. قال له طيب وأنا راجع هكلمك عشان أشوف لو محتاجين حاجة، وقول لماما ما تعملش أكل عشان هجيب أكل جاهز وأنا جاي من بره. قال له ماشي، وقفل معاه، وزي ما يكون كان بيأكد لي إن ابني هيتأخر. وقتها قلت له وبعدين معاك يا واد، أنت عايز إيه بالظبط؟ قال لي بصراحة. قلت له أيوة بصراحة، قول لي أنت عايز إيه؟ لقيته قرب مني وقال لي بصراحة كده عايز أعمل الحاجة اللي انتي نفسك فيها، وابتدى يعمل حاجات كتير. قلت له وبعدين يا واد معاك، إيه اللي انت بتعمله ده؟ عيب، انت كده خليت أعصابي تروح خالص، كفاية اللي انت بتعمله ده. قال لي لا مش كفاية، أنا هكمل لحد الآخر، وعايزة أقولك على حاجة، سيبي نفسك خالص وأنا اللي هعمل كل حاجة. وفعلا سمعت كلامه. أي نعم أنا سمعت كلامه وما كانش المفروض أعمل كده، لكن بصراحة عمايله دي جننتني على الآخر، وخليت نفسي بصراحة أحس إن أنا في دنيا غير الدنيا. ما هو محدش أبدا يعمل كده ويتحمل اللي عدى ده. أنا واحدة من الناس عمري ما كنت أتخيل إن ممكن أعمل حاجة زي كده، بس بصراحة كل اللي حصل في اليوم ده غير تفكيري. أيوة أنا غلطت وعملت الحاجة اللي ما كانش ينفع أعملها، حاجة حرام وغلط وعيب وما يصحش وكل حاجة، لكن أنا فعلا ندمت. لكن كل مرة أقول مش هعمل كده تاني، ولاقي الموضوع اتكرر تاني. وبصراحة ما بقتش عارفة مين الصح ومين الغلط. برضو رغم كل اللي أنا عملته أنا عارفة أني غلطت غلط كبير، لكن قولولي على حل. الواد بصراحة بيعمل حاجات تجنني، تخلي عقلي يروح مني خالص، وأنا لحد دلوقتي ما بقتش عارفة أعمل إيه. يا ترى أنتوا لو مكاني كنتوا هتتصرفوا إزاي؟ كنتوا هتحلوا المشكلة دي إزاي؟ أنا غلطت إني معفتش نفسي واتجوزت علشان ما غلطش غلط زي ده،
لكن أهو ده اللي حصل، وأنا بالوقتي مش جاي ألوم غير نفسي، وعارفة إن انتوا هتساعدوني وتحلولي المشكلة دي في أقرب وقت، وأنا هستنى كل التعليقات بتاعتكم وأقراها كويس، ويا رب أكون عبرة وعظة لناس كتير ما تقعش في نفس الغلط.